تويتر هو السعودية للسعوديين. اسألني عدد الأطباء السعوديين مثلا في طب الأسنان أو في أي طب آخر، بقول لك كان قليل جدا في العشر أو العشرين سنة الماضية. عدد المهندسين ما كان ذاك العدد الكبير جدا، لكن اليوم الوضع يختلف جدا. نتكلم من 20 أو 30 سنة عدد المعلمين كذلك ما كان العدد الكبير. الوضع يختلف تماما وجذريا في كل التخصصات، الهندسة، الطب، التعليم، موجود عدد كبير من السعوديين وأصبح عدد متكدس. السعودية اليوم حلم 2030 ولن يخدم هذا الحلم إلا الشاب السعودي لوحده. السعودي اليوم مختلف تماما، الاختلاف العلمي، الذهني، العملي. الشاب أصبح لديه حلم ويحاول أن يصل لهذا الحلم. الشاب السعودي عنده حلم 2030 ويريد النجاح لهذا الحلم، لأنه مثل العلاج المر لابد أن يأخذه الآن قبل أي وقت آخر. الغير السعوديين أنتم أتيتم بعقود، لم تأتوا مجانا، شكرا لكم، كفيتم ووفيتم. الآن هو دور الشاب السعودي لبناء هذا الوطن. شكرا. نرجو احترام إرادة الشعب بأنه لا نريد غير السعوديين يشغلون مناصب قيادية ومناصب حساسة في الدولة. في المناصب الحساسة في الشركات التابعة للدولة لا نريد أي أحد اليوم. شكرا لكم، مع السلامة. هذه العنصرية، اتقوا الله. في كل بلد يوجد السيء ويوجد الحسن، بس قولوا لهم مع السلامة وبس، بدون سب وبدون شتم وبدون تقليل وبدون أي شيء آخر. حاجتهم أتوا بعقود وعملوا، والآن الحمد لله يعني نشكرهم ونقول لهم مع السلامة بدون سب وبدون شتم وبدون أي من ذلك. طبعا العرب اللي يسبون في السعودية ليست ملجأ للأيتام. اذهبوا لبلدانكم وابنوها مثل ما احنا نحاول نبني بلداننا. هذا الكلام. أتمنى أن لا نعالج السب بالسب والشتم بالشتم، ونكون أكبر كشعب سعودي ونحترمهم ونقول لهم مع السلامة وشكرا لكم. هذا هو رأيي في المسألة. ممكن أكون قد أصبت وممكن أكون قد أخطأت، وهذا هو. شكرا لكم.